السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض كتاب جيم الأضواء إنجليزي سنة رابعة صفحة 48 و49 و50 و51. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك الجميل، وعندك كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر يا حبايبي اضغطوا عليها، وبكده تكونوا اشتركتوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ويلا بينا. طبعا نصوص الاستماع بتكون في نهاية الكتاب. بيقول لك هنا listen and circle the correct answer from A B C or D. نمبر 1 بيقول لك we use our eyes، احنا بنستخدم عينينا to see عشان نشاهد، طبعا مش عشان ناكل ولا عشان خاطر نسمع او علشان خاطر نشم، احنا بنستخدم عينينا عشان نشوف يا شباب. ذا تونج اللي هو اللسان، هيلبس اس بيساعدنا، هتقول له تيست ان احنا نتذوق. طيب رقم 3 هاندس الايدي ار يوزد تو، بتستخدم في تاتش اللي هو اللمس. ذا نويز، ذا نوس اللي هو الانف از فور سميلينج، الانف ده للشم يا شباب. طيب نيجي هنا في اللي تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 بيقول لك اي كان هير، انا بستطيع ان انا اسمع ذا بيرد سينجينج اللي هي الاغاني بتاعت الطيور. هي از هتقول له greedy، he always wants هو دايما بيريد more than اكتر that need اكتر من اللي احنا محتاجه، يبقى هو greedy طماع. طماع يعني ايه يا شباب؟ greedy. بيقول لك هنا هو دايما بيبقى عايز اكتر من اللي هو محتاجه. طيب بيقول لك هنا read and complete the text with the word in the box، اقرا وكمل النص بالكلمات اللي في البوكس. عندك فيس وجه، ملك لبن، سنس واس، عندك ايرس الاذن، عندك ايس العيون. I woke up early، انا بستيقظ مبكرا. in the morning في الصباح. I brush my teeth، انا بغسل اسناني. and wash my face، وكمان بغسل وجهي. بعد ذلك ما I هنا قال لك ايه؟ I eat my breakfast، انا بتناول وجبة الفطار بتاعتي. and drink milk، وبشرب الحليب. at school في المدرسة I use my 5 sense، وفي المدرسة انا بستخدم الحواس بتاعتي الخمسة. I hear my teacher، بسمع المدرس. with my ears بأذني. and I see، وكمان بشاهد support السبورة with my eyes بعيني. دي صفحة 48. تعالى كده يا بطل على صفحة 49 choose the correct answer. بيقول لك سارة brushes hair teeth، يعني سارة بتفرش أو بتغسل الأسنان بتاعتها. تقول له after waking up، بعد ما بتستيقظ. طيب سارة drinks، سارة بتشرب water at school في المدرسة. answer the following question، جاوب على الأسئلة. what does سارة eat in the morning، سارة بتاكل ايه في الصباح؟ هتقول لي healthy food، بتاكل طعام صحي. طيب هنا بيقول لك how does سارة help her mother، يعني كيف سارة بتساعد مامتها؟ تقول له she grow fresh vegetables، هي بتزرع الخضروات الطازجة حبايبي. هتقول له she grow، هي بتزرع fresh vegetables يعني خضروات طازجة. هنا بيقول لك read and write the correct from the word between practice، اقرأ واكتب الكلمات بين الأقواس بشكل صحيح. هتقول له he walks، هي هو بيستيقظ walk up at 6 o'clock، بيستيقظ الساعة 6. نور drinks milk، نور بتشرب اللبن every morning كل صباح. she brushes her teeth، هي بتغسل أسنانها every day كل يوم. we play، احنا بنلعب in the garden في الحديقة after school بعد المدرسة. هنا في البنكتويت هتحط الام كابيتال وتحط فول ستوب بنقطه، لان دي جمله خبريه. خلاص يا بطل يلا بينا على الباراجراف. بيقول لك هنا اكتب باراجراف من 18 ل 24 كلمه عن ماي هيلثي داي، عن يومك الصحي. استخدم هيلثي فود الطعام الصحي. دايلي روتين الروتين اليومي. وستي سترونج ان انت تبقى بقوه. هتقول له I follow healthy habit، انا بتتبع عاده صحيه every day كل يوم. I eat healthy food، انا باكل طعام صحي. I eat eggs، أنا باكل البيض. and drink fresh orange juice، وكمان بشرب عصير البرتقال الطازج. for breakfast، على وجبة الفطار. I have daily routine، أنا عندي روتين يومي. I woke up early، أنا بستيقظ مبكرا. and brush my teeth، وبغسل أسناني. I do my homework، أنا بعمل الواجب بتاعي. in the evening، في المساء. I do sports، وكمان بعمل الرياضات بتاعتي. دي صفحة 49 يا حبايبي. يلا بينا على صفحة 50. يلا يا شباب يلا بينا. ما تنسوش يا أبطال حطوا لنا لايك للفيديو، واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم إن شاء الله. الاختبار التاني بيقول لك listen and circle the correct answer from A B C or D. طبعا نص الاستماع برضو في آخر الكتاب يا حبايبي. سارة eats eggs، سارة بتاكل البيض for breakfast، على وجبة الفطار. she drinks، هي بتشرب water الماء at school في المدرسة. سارة helps her mother، سارة بتساعد مامتها in the evening في المساء. she sleeps، هي بتنام early مبكرا to stay strong، عشان تبقى بقوة. نيجي بقى يا بطل للسؤال الثاني choose the correct answer from A B C or D. our sense، الحواس بتاعتنا هي البقص بتساعدنا stay safe، ان احنا نبقى آمنين. انما tired مرهق، unhealthy غير صحي، angry يعني غضبان.
the word كلمة هتقول له jangling اللي هي الرنين من سبتوني a light running sound صوت رنين خفيف. هنا يا بطل بيقول لك read and complete the text with the word in the box. اقرأ وكمل النص بالكلمات اللي في البوكس. عندك شارب حاد، dinner وجبة العشاء، سكول مدرسة، بيت سرير، اور ساعات. هنا بيقول لك my name is حسن، أنا اسمي حسن. let me tell you about my healthy habit يعني ايه؟ دعني اخبرك عن عاداتي الصحيه. قال لك in the evening في المساء I take a shower انا باخد شاور and have dinner وبتناول العشاء. زين بعد ذلك I brush my teeth وبغسل اسناني and go to bed وبروح للسرير. I sleep for 9 hours أنا بنام لمدة 9 ساعات. getting enough sleep help الحصول على النوم الكافي بيجعلني helps my mind بيجعل مخي أو عقلي stay sharp بيخليه قوي وحاد. دي صفحة 50 يا حبايبي. يلا بينا على صفحة 51. صفحة 51 بيقول لك هنا choose the correct answer from A, B, C or D. عمر hears عمر بيسمع with his ears بأذنيه. عمر smells عمر بيشم flowers الزهور in the garden في الحديقة. خلاص. طيب هنا بيقول لك answer the following question جاوب على الأسئلة. How does عمر use his hands يعني كيف عمر بيستخدم يداه؟ هتقول له touches soft things بيلمس الأشياء الناعمة with his hand بيداه. يبقى touches soft things with his hands. طيب how can the five senses help us stay safe؟ ازاي الحواس الخمسة بتساعدنا ان احنا نبقى آمنين؟ help us بتساعدنا stay safe نبقى آمنين. تعالى اجيبها لك من القطعة يا شباب. for example على سبيل المثال if we smell smoke لو احنا شمينا ريحة دخان we know there is a fire احنا بنعرف ان في هنا حريق. دي رقم ده إجابة السؤال الرابع. نيجي بقى بطل للسؤال الخامس read and write the correct from the word between practice. she helps her mother هي بتساعد مامتها every day كل يوم. they play هما بيلعبوا فوتبول on Friday يوم الجمعة. my father والدي drinks tea بيشرب الشاي in the morning في الصباح. I go to bed at 9 p.m. أنا بذهب للسرير الساعة 9. في البنك تويت هتحط هنا السي كابيتال وتحط كويتشن مارك عشان ده سؤال بيقول لك can you hear the music هل انت بتستطيع ان تستمع الموسيقى؟ ده سؤال هو بيسأله فهتحط كويتشن مارك. جينا الباراجراف بيقول لك اكتب باراجراف من 18 ل 24 كلمة عن having a daily routine عن امتلاك روتين يومي واستخدم كلمة important هام health صحي strong قوي. هتقول له I have a daily routine أنا عندي روتين يومي. it's important to have a daily من المهم جدا ان انت يكون عندك روتين يومي. I woke up early أنا بستيقظ مبكرا and brush my teeth وبغسل أسناني. for breakfast على وجبة الفطار I eat healthy food أنا باكل طعام صحي. in the afternoon بعد الظهر I do my homework بعمل الواجب بتاعي. I take a shower وباخد shower and I go to bed early وبروح للسرير مبكرا. كده يا بطل نكون وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة واحدة واللي استفاد مني يا ريت ما ينساش يدعمني بلايك. حط لنا لايك يا حبايبي للفيديو اكون متشكره جدا لكم يا ابطال. واشتركوا في القناه عندك كلمه اشتراك تحت الفيديو كده لونها احمر جنب اسم القناه اضغط عليها وبكده تكونوا اشتركتوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامه.